سعادة وتفاؤل وروقان ومشاعر جميلة. النهاردة بقى حلقة تنمية بشرية متفوتش خالص. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لأما سيفوتك يا صديقي القسيم من البهجة والسعادة. هتكلم النهاردة في الحلقة عن ازاي ان انت كل ما انت تكبر او انت تكبري في السن، كل ما انت تكبر في السن تبقى تبقى شباب اكتر، وتبقى صحتك جيدة او كويسة. تمام. تعالوا بقى اعرفوا مني السر. في ناس فاكرة ان الرياضة بس هي اللي بتخليك شباب طول الوقت، او ان انت ممكن انت لما تبقى كبير في السن تلعب رياضة يبقى انت كده هتفضل شباب على طول وكده. الحقيقة ان هي مش كده بس، ده احد الحاجات او الحركة او الطاقة عامة اللي انت بتستخدم جسمك. فكل ما تستخدم جسمك اكتر كل ما بتقوي عضلاتك او بتقوي جسمك، فبالتالي بيكون يعني ايه، انا دايما بقول ان جسمنا ده عامل هو الخدام بتاعنا. فانت كل ما انت تخلي الخدام بتاعك، مش بقول خدام بطريقة قاسية، لا يعني بحب يعني. كل ما انت تعوده ان هو يروح ويجي ويعمل الحاجات اللي انت عايزها، كل ما هو بيقوى. طب لو انت عودته على الكسل هيبقى كسول. دي عامل، بس مش هو ده بس العامل، لان كل الناس بتبقى يعني بتركز في الحتة دي ومفكرة ان هي دي بس، بدليل ان في ناس كتير رياضيين بس بتلاقي لهم بيجيلهم امراض، ومش بيكونوا مش بيكونوا طول الوقت يعني. فاهميني؟ لا. هقولك على السر بقى. السر ده انا اكتشفته فعلا وطبقته، وفعلا فعلا فعلا فادني في حياتي. اكلمك الاول بطريقة علمية، وبعدين هكلمك ازاي تطبق ده على نفسك. كان في واحد عالم عمل تجربة على النبات. ركز معايا قوي، متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، لان الكلام ده اللي جاي ده خلاصة الخلاصة صدقني. كان عامل تجربة على النبات، فالنبات ده جاب اتنين من نبات من نفس النوع. فبقى بيروي النبات الأول وهو بيقول له انت سيء انت وحش، وبيتعامل معاه بطريقة قاسية جدا. والنبات التاني بقى بيروه بيقول له انا بحبك انت جميل انت حلو. لقى مع ان هما بيترووا بنفس المية وتحت أشعة الشمس، إلا إن النبات اللي كان بيكلمه بطريقة جميلة وبيقول له أنا بحبك وكده، النبات ده نما وخضر وفضل جميل. والنبات التاني، تمام، اللي هو كان بيرويه برضو تحت الشمس وتحت كل حاجة، الاتنين زي بعض وتحت نفس الظروف، لقاه دبل وعجز.